تعالى اعرفكم على الشاب الجميل ده عمرو يونجو، ما يعرفش شغلانه في حياته غير الكريب، ودوت اللي قايل كلمه هو زي ما هو يا عم. عمرو يونج فتح مطعم في امبابة، وطبعا مسميه عمرو يونج، والمطعم دوت الافتتاح بتاعه النهارده يوم الخميس. فمبدئيا تحياتي لاهل امبابة كلها، ومستني كل حبايبي يروحوا يجربوا الاكل من عنده. وتعالى اقول لكم بقى ان عمرو يونج من اوائل الناس اللي حطت وش كونه في الكريب، وكمان هو اللي مخترع اكبر كريبايه في مصر. عمرو يونج اتشهر جدا بالكريبايه الكبيره اللي بيعملها، وكمان بوش الجبنه، وكمان الناس بتحب تروح تتصور معاه، وكمان بيحبوا الاكل بتاعه قوي. والمعروف على عمرو ان هو بيحب يطور من نفسه دايما، عشان كده بقى عامل لكم سندوتشات برجر، وعامل لكم سندوتشات كريسبي وستريبس، وكمان عنده سوري. ومش عمرو يونج بس اللي بيعرف يلعب بالكريباه والطياره في الهواء، ولا اخوه الصغير كمان بيعرف يلعب بالكريباه والطياره في الهواء. واهم حاجه بقى يا حبايب قلبي، ما تنساش اللايك والشير عشان الراجل دوت يقدر يستمر على خير. وعاوزين بقى ناس كتير قوي تروح له النهارده الافتتاح، عايزين نبسطه ان شاء الله. احنا شفنا كتير قوي ان شاء الله. المصنع ده بتفتح من الساعه 2 لغايه الساعه 5 الصبح. اي صاحب مكان بيتفرج على الفيديو دوت عايز هو بيجي يدي يوميه للصنايعي اللي شغال، يقول له امسك ربنا يبارك لك فيها. مستنيكم يا اخوان. بصوا دي اول كريبات تطلع من مطعم عمرو يونج، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، وربنا يا رب يصلح حاله. انا ماليش بقى في الجبن الكتير والكون والكلام ده، انا احب الكريبايه كده على الرايق. بسم الله. الفراخ باينه. البرجرة بقى بتاعت عمرو، بسم الله، جميله ما شاء الله. ما تنسوش بقى وش كونوا الناس اللي بتحب الجبنه، هيكيفكم جدا. وده بقى اليوم بتاع الافتتاح، بسم الله ما شاء الله، ربنا يا رب يصلح حاله. مطعم يوم احسن مطعم في مصر.